السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة نفيدكم. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على تيفيا. الفيديو ديالنا اليوم غادي يكون طويل شي شوية، غيكون فيه جوج ديال الأجزاء، غادي يكون على الشكل الآتي: اولا شنو هي التيفيا، ثانيا انواع ديالها، ثالثا انواع الانظمه ديالها او لي ريجيم ديالها، رابعا اوقات التصريح والمخالفات والضعائر المتعلقه بتاخير التصريح، خامسا انواع الاسعار ديالها او لي طو ديالها، سادسا الاقرار بالمعامل او الديكلاراسيون بالبروطا، سابعا الحالات اللي ما كيكونش مسموح لنا نريكوبيريو لا تيفيا اي العمليات المستثنات من حق الخصم، ثامنا ارجاع الضريبه على القيمه المضافه او غومبورسمون دو لا تيفيا، تاسعا طريقه حساب تيفيا، عاشرا طريقه التصريح بالتيفيا كابراتيك. دابا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. اذا شنو هي التيفيا او لا تاكس سور لا فالور اجوتي، وبالعربيه الضريبه على القيمه المضافه. باش نعرفوا شنو هي الضريبه على القيمه المضافه خاصنا نعرفوا بعدا شنو هي القيمه المضافه. باش نبسطوا الشرح ديالنا غادي نشوفوا هذا المثال. عندنا معمل كينتج اللوح كيشريه النجار كيصايب به كرسي، اذا النجار قام باضافه قيمه لذاك اللوح حين رجعوا كرسي، اذا هذا ما يسمى بالقيمه المضافه، او بالعاميه ديالنا كنقولوا حق يدو او الثمن ديال خدمته. الدوله في هذيك خدمته كتفرض عليه الضريبه وهي التيفيا. دابا باش نشرحوا بالتفاصيل الدقيقه غادي نبداو من الاول. المعمل نتج اللوح باعو للنجار 100 درهم اوغ تاكس، يعني بدون ضريبه، وزاد عليه التيفيا ديال 20% اللي هي 20 درهم، اذا باعو ب 120 درهم تي تي سي، يعني توت تاكس كومبري اي شامل لجميع الضرائب. النجار شرى اللوحه ب 120 درهم، قدر حق يدو باش رجع اللوحه للكرسي ب 50 درهم اوغ تاكس، حتى هو زاد عليها التيفيا ديال 20% وهي 10 دراهم، اذا المجموع هو 60 درهم تي تي سي. اذا عندنا 100 درهم ديال اللوحه زائد 50 درهم ديال حق يدو ديال المعلم كتساوي 150 درهم اوغ تاكس. التيفيا ديال اللوحه هي 20 درهم زائد التيفيا ديال حق يد النجار هي 10 دراهم تساوي لنا 30 درهم، المجموع 180 درهم تي تي سي. بدور النجار باع الكرسي لواحد الكليان ب 180 درهم، اذا في نظركم شكون اللي خلص التيفيا؟ اللي كيخلص التيفيا هو الكليون فينال، اخر واحد في السلسله التجاريه هو اللي كيخلصها. يعني في هذا المثال الكليان خلص 180 درهم للنجار، النجار خلص 10 درهم للتيفيا للدوله ودا 50 درهم حق يدو، وخلص 120 درهم للمعمل، والمعمل خلص من الدوله 20 درهم التيفيا ودا الربح ديالو اللي هو 100 درهم. هذا المثال راه غير مثال توضيحي، ولكن التيفيا راه موجوده في معظم المنتوجات اللي كنشريوها في حياتنا اليوميه. ندخلوا للانواع ديال التيفيا. التيفيا في المغرب فيها جوج انواع على حسب الماده 107 من المدونه العامه للضرائب. كاين تيفيا مونسيول او شهريه، يعني كل شهر كتدفع، وكاين تيفيا تريمستريال يعني على كل 3 اشهر. وفي الماده 108 حددتنا المدونه العامه للضرائب انه الشركات اللي عندهم تيفيا مونسيول هما الشركات اللي عندهم شيفر دافير او رقم المعاملات اكبر من او يساوي 1 مليون درهم، واللي عندهم تيفيا تريمستريال خاصو يكون عندهم الشيفر دافير اصغر من 1 مليون درهم، ولكن بشرط، وهو الشيفر دافير خاصو يكون تاكساب اي خاضع للضريبه وماشي معفي، ويكون رياليزي او كور دو لاني يعني دخلتيه او اونكيسيتيه. وهذا الشيفر دافير ماشي هو اللي غادي تجبرو في السي بي سي ديال البيلون، وهذا خطا كيرتكبوه بزاف ديال الناس، انه في اخر ديال العام كيشوف الشيفر دافير اللي في السي بي سي. لا، خاصك تجمع المبالغ اللي اونكيسيتي في العام وعليها كنطبقوا القاعده. مثلا درتي واحد الشيفر دافير ديال 950 الف درهم، ولكن انت دخلتي 1 مليون درهم فيها لي زافونس فيها كلشي، هذه الحاله خاصك تحولها للتيفيا مونسيول. مثال اخر، عندنا واحد الشركه كدير ليكسبور يعني راه معفيه من التيفيا، اذا واش هاد الشركه اذا فاتت 1 مليون درهم غادي تحول للتيفيا مونسيول؟ لا، حيت الشرط هو الشيفر دافير كيخصو يكون تاكساب اي خاضع للضريبه، اذا ما كانش تاكساب غادي تبقى دائما تيفيا تريمستريال. دابا الحاجه اللي خاصك تفهمها وهي هذا العام مثلا فوتي 1 مليون درهم، رجعتي التيفيا ديالك مونسيول، العام اللي موراه الشيفر دافير كان عندك اقل من 1 مليون درهم، شنو غادي تعمل؟ طبعا غادي ترجعها للتيفيا تريمستريال بكل بساطه. دابا انواع الانظمه ديال التيفيا او لي ريجيم ديال التيفيا. الماده 95 من المدونه العامه للضرائب كتشرحنا انه كاين جوج ديال الانظمه، كاين ريجيم اونكيسمون او نظام قبض الثمن، وكاين ريجيم ديبي اي نظام مديونيه. شنو هو ريجيم اونكيسمون؟ وهو انه ما كنديكلاري الفاكتوره في التيفيا حتى كنخلصها. مثلا انا شريت شي حاجه للشركه عطاوني فاكتوره ولكن ما خلصتهاش، اذا ما غاديش نديكلاريها في التيفيا حتى نخلصها. كذلك هو مثال بالنسبه للمبيعات، بعت وعطيت عليها فاكتوره ما تخلصت فيها ما غاديش نديكلاريها. وكاين مثال اخر، مثلا عندي الفاكتوره فيها التاريخ ديال شهر 4 وانا
خلصتها في نفس الشهر في الاخر ديالو، ولكن خلصتها بشيك، يعني الشيك ما غاديش يبان عندي في اللوغلوفي ديال البنكه ديالي حتى شهر 5. اذا فوقتاش تخلصات في شهر 5، اذا خاصني نديكلاريها في الديكلاراسيون ديال شهر 5 واخا الفاكتوره فيها التاريخ ديال شهر 4. وكذلك مثال بالنسبه للفاكتورات ديال البيع، ديما كنشوفوا فوقتاش تخلصت الفاتوره وكنديكلاريو. اذا هذا هو الريجيم اونكيسمون. وعندنا ريجيم ديبي او نظام مديونيه، وهو العكس ديال الريجيم اونكيسمون، بمعنى واخا نشد لافونس ما كنخلصش التيفيا، يعني واخا نونكيسي الفلوس ما كنخلصش التيفيا، ولكن الا صايبت الفاكتوره او كونطرا او اي وثيقه كتثبت ان السيرفيس او ديك ترانزاكسيون دازت، خاصني نديكلاريها في التيفيا واخا باقي ما تخلصش فيها. سطروا على هاد واخا ما تخلصش فيها. وهذا الريجيم كيصلح للمنعشين العقاريين حيت هما كيخدموا بلي زافونس، اذا باش ما تجيش الخلاص في التيفيا وهو مازال كيبني هذاك الخلاص زايد فيه انه يكمل به البني ديالو، لهذا من الاحسن له انه يتخذ هذا الريجيم ديبي. دابا نشوفوا الاوقات التصريح والمخالفات المتعلقه بتاخير التصريح. حسب الماده 110 و 111 من المدونه العامه للضرائب، الماده 110 كتهضر على الاقرار الشهري او الديكلاراسيون مونسيال. خاصهم يحطوا الديكلاراسيون ديالهم قبل من 20 في الشهر الموالي. كنهضروا مثلا على الاقرار ديال شهر يناير، اخر اجل هو 19 فبراير، يعني قبل من 20. ولكن الا كانت هذه الشركه كديكلاري تيفيا اونلاين، يعني في السيت ديال tax.gov.ma، فهنا خاصهم يحطوا الاقرار ديالهم حتى الاخر ديال الشهر، اي في 28 شهر جوج. وحتى بالنسبه للماده 111 اللي كتهضر على التيفيا تريمستريال، حتى هما عندهم الناس اللي كيديكلاريو ديبو فيزيك، فاخر الاجل هو قبل من 20 في الشهر الموالي. والا كان عندهم الاقرار في السيت اي تيلي ديكلاراسيون، فقبل من اخر ديال الشهر الموالي. مثلا شهر 1 2 و3، يعني بريمير تريماس، خاص الاقرار يتحط قبل من 30 ديال 4 الا كان في السيت، واذا كان كيديبوزيوه مانويل في دار الضريبه فقبل من 19 من شهر 4. ولكن دابا حاليا جميع الشركات عندهم تيلي ديكلاراسيون من غير لي فورفيتير، واللي عندهم نظام الربح الجزافي هادو ما معنيينش بالتيلي ديكلاراسيون. وهذا الشيء مذكور في الماده 155 من المدونه العامه للضرائب. وعندنا على حسب الماده 204 و 208 من المدونه العامه للضرائب كيهضروا على المخالفات. فمثلا في الماده 204 كتهضر على التصريح او الديبو، والماده 208 كتهضر على الاداء او البيمون. باش نوضحوا، كاين 3 ديال الانواع ديال الديكلاراسيون. كاين اللي فيها الخلاص هي تيفيا دو، وكاين تيفيا اللي فيها كريدي يعني ما كتخلصش، بالعكس انت كتسال الدوله. وكاين الحاله ديال نيون ما فيها والو، انت ما كتسال الدوله والدوله ما كتسالك. نبداو بالحاله ديال تيفيا نيون. الا ما تحطش في الوقت المحدد فالغرامه كتكون فيها ديال 500 درهم. بحال ما تعطلتي شهر شهرين 3 شهور كتبقى 500 درهم. وفي الحاله الا كان عندنا كريدي، اي حنا كنتسالوا للدوله والاقرار ما تحطش في وقته، كنضيعوا في 15% من هذا الكريدي. مثال جاتني التيفيا فيها ناقص 1000 درهم، اي انا كنتسال للدوله 1000 درهم، وفي هذه الديكلاراسيون انا تعطلت ما ديبوزيت التيفيا ديالي في الوقت. كنشد ديك ناقص 1000 درهم كنضربها في 15% كتعطيني ناقص 150 درهم، كنقصها من ديك 1000 درهم كيرجع الكريدي اللي انا كنتسالو للدوله هو ناقص 850 درهم عوض ناقص 1000 درهم. اذا انا ضيعت في ديك 150 درهم، وديك 15% كتبقى شحال ما تعطلتي، كتبقى 15%. اي فوتي شهر او شهرين او 3 اشهر ديال الغوطاخ كتبقى 15% بالنسبه للتيفيا مونسيال وبالنسبه للتيفيا تريمستريال. بالنسبه للحاله ديال تيفيا دو، اي عندنا الخلاص. هنا كاين حالات، اذا الا تعطلتي ما دفعتي غير شي 3 ايام او شي ايام قليله فعندك 5% ديال البيناليتي و5% ديال الماجوراسيون. الا فوتي 30 يوم عندك 20% ديال البيناليتي و5% ديال الماجوراسيون و0.5% على كل شهر ديال التاخر. واذا كان عندنا خلاص كبير يقدر تراوح من 20% حتى 35% واكثر. باش نشرحوا بالتفاصيل غادي نشوفوا هذا المثال. جانا الخلاص ديال 1200 درهم في شهر 4 وحنا تعطلنا حتى 15/6، عاد غادي نحطوا التيفيا ديالنا. دونك التيفيا د افريل فيها 1200 درهم، كنطبقوا 20% ديال البيناليتي اللي هي 240 درهم زائد 5% ديال الماجوراسيون هي 60 درهم زائد 500 درهم. اذا عوض كنتي غتخلص 1200 درهم غادي تخلص 2000 درهم. مثلا تيفيا ديال مارس ماشي ديال افريل، تيفيا ديال مارس وتحطات حتى 15 ديال 6. اذا كنطبقوا كالعاده 20% البيناليتي زائد 5% ديال الماجوراسيون زائد 0.5 ديال بيناليتي الغوطاخ. دونك دائما كنطبقوا هاد البيناليتي الغوطاخ ابتداء من الشهر الثالث. عندنا مثلا شهر مارس خصو يديكلارا في شهر افريل، دونك عندنا افريل ها هو شهر، ماي ها هو شهرين، جوان انا عاد ديكلاريت. اذا في الشهر الثالث غادي نطبق عليه 0.5%. اذا عوض ما كنت نخلص 1200 درهم غادي نخلص 2006 درهم. مثلا زيدنا شهر، يعني كانت الديكلاراسيون ديال فيفري ماشي ديال مارس، يعني وديكلاريناها حتى 15/6. اذا ابتداء من الشهر الثالث اللي هو ماي
ها هو شهر، وجوان ها هي شهرين. الحساب ديالنا غيكون 20% ديال بيناليتي زائد 5% ديال الماجوراسيون زائد 1% ديال بيناليتي دو غوتار. هذه ديما كتبقى تزاد ب 0.5% على كل شهر ديال الغوتار. دابا نشوفوا مثال اخر. عوض ما كنا غنخلصوا 1200 درهم جاتنا 20000 درهم. هنايا الحساب كيتبدل. عوض ما نديروا 20% ديال بيناليتي راه كطلع 25%. اذا 25% من 20000 درهم وهي 5000 درهم زائد 5% ديال الماجوراسيون اللي هي 1000 درهم كتساوي لنا 6000 درهم. هنا ما كنزيدوش هذيك 500 درهم. دونك التوتال ديالنا وهو 26000 درهم. عوض من كنتي غادي تخلص 20000 درهم جيتي ديبوزيتيها حتى شهر 6 صدقتي خلصتي 6000 درهم ديال زياده. دابا نشوفوا نفس المونطون ولكن هي التي في ديال مارس وانت تعطلتي حتى جوان عاد ديكلاريتيها وعندك فيها الخلاص 20000 درهم، ما كتبقاش 20% ولا 25%، كتطلع 35%. 35% ديال بيناليتي، 5% ديال الماجوراسيون كتبقى فيكس و 0.5% بيناليتي دو غوتار. اذا المجموع ديالنا كانت 20000 درهم، 35% هي 7000 درهم، 5% هي 1000 درهم، 0.5% بيناليتي دو غوتار ديال ان موا اللي هي 100 درهم، والتوتال هو 8100 درهم. عوض ما كنتي غتخلص 20000 درهم غادي تخلص 28000 درهم و100. واذا كانت الديكلاراسيون د فيفري وانت خلصتيها حتى لو 15 جوان فكتبقى 35% بيناليتي و5% ديال الماجوراسيون و1% د الماجوراسيون دو غوتار، والتوتال وهذا هو الحساب ديالو. عوض ما كنتي غتخلص 20000 درهم غتخلص 28000 درهم و200. دابا انواع الاسعار او لي طو. من ناحيه ديال السعر او لو طو ديال التيفيا فمذكوره في الماده 98 و 99 و100 من المدونه العامه للضرائب. وكيف ما كنعرفوا كاين جوج انواع، كاين لو طو نورمال اللي مذكور في الماده 98 وهو 20%، وكاين لو طو ريدوي اللي مذكور في الماده 99 وفيه ثلاثه ديال الاسعار، كاين 7%، 10% و14%. ما غاديش نتعمقوا في هذه الانواع، اي واحد شاه الشك وبغى يتاكد من السعر الملزم عليه يرجع للماده 98 و 99. ان شاء الله غادي نخليه لكم في صندوق الوصف.